غير كده مين الأفضل البيفاتراسين ولا الهيلوسول؟ خلينا ناخدهم واحد واحد عشان نفهم الفرق الحقيقي. بالنسبة للوظيفة الأساسية فالبيفاتراسين مضاد حيوي بيمنع البكتيريا، أما الهيلوسول فده محفز للشفاء وبيسرع التئام الجروح. بالنسبة لطريقة الشغل فالبيفاتراسين بيوقف نمو البكتيريا، أما الهيلوسول فبينشط الخلايا ويزود الكولاجين وبيفتح أوعية دموية صغيرة. بالنسبة للاستخدام الأساسي فالبيفاتراسين للجروح السطحية والخدوش والحلول البسيطة والدمامل الصغيرة والتهابات الجلد البكتيرية، أما الهيلوسول فأكتر لقرح الفراش وقرح القدم السكري والتقرحات المزمنة والحلول السطحية والجروح اللي بتتأخر في الالتئام. أما من حيث القوة فالبيفاتراسين قوي في منع العدوى، أما الهيلوسول فقوي في تسريع الالتئام. وخد بالك البيفاتراسين ملوش دور كبير في سرعة التئام الجرح، ممكن يعمل حساسية خصوصا من النيومايسين. أما الهيلوسول فمش مضاد حيوي، يعني لو في عدوى قوية لازم يتاخد مع مضاد حيوي تاني. وبالنسبة للأفضلية على حسب الحالة فالبيفاتراسين أفضل في حالات الجروح السطحية البسيطة أو خوف من العدوى، والهيلوسول بيكون أفضل في حالة وجود جرح مزمن أو قرح لمريض السكر أو قرحة فراش. وفي بعض الحالات الدكتور ممكن يستخدم الاتنين سوا، واحد يمنع العدوى والتاني يسرع من الالتئام. ودلوقتي بعد ما وضحت لك الفروق القرار بقى أوضح، بيفاتراسين هو الحارس اللي بيمنع البكتيريا تدخل، والهيلوسول هو البنا اللي بيصلح الجرح من جوه.